اهلا وسهلا بيكم في حلقتنا الجديده. النهارده هعمل معاكم صوابع بالعجوه والسمسم. جميله جدا. يا رب تعجبكم، وسهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وخطواتها سهله وسريعه، يعني حاجه سريعه مع الشاي بلبن كده بتبقى لذيذه. نبتدي نشوف هنعملها ازاي. نجيب 4 كوبايات دقيق، ونحط عليه رشه ملح، ونحط معلقتين سكر بودره ومعلقه بيكنج باودر. كده الخليط بعمله عادي، مش سوائل لوحدها ولا كله على بعضه، يعني عادي سهله جدا، هي مش محتاجه حاجه بدقه يعني. كده حطيت نص كوبايه زبده ومعلقتين كبار زيت. هنا بقى انا بعمل العجوه اللي كنت عملتها في حلقه قبل كده، كرات العجوه بالسمسم اللي كنت وريتها لكم. ارجعوا للحلقه وشوفوها. بكرمل العجوه، بفصص البلح والتمر واشيل منه النوى، واحطه في زبده ورش عليه شويه قرفه، واستنى لحد ما يكرمل. نرجع للخليط تاني، وبعد كده نحط معلقتين كبار لبن باودر، هنحط بيضايه، هنحط باكو فانيليا. ممكن على فكرة نستغنى عن البيض خالص، انا حطاه بس علشان يديني غنى للعجين. ونقلب البيضة كويس قبل ما نحط المية. نحط من نص كوباية لكوباية مية دافية، ونقلب بقى بالراحة كده عشان ما تقلبش معانا معجنات، يعني تبقى ايه صوابع كده زي البسكوت، قريبة للبسكوت، لحد ما تلم معانا العجينة ومتبقاش ناشفة قوي ولا طرية قوي، يعني كده. نحط لها معلقة دقيق كمان، تبقى بالشكل ده، بالطريقة دي، لا طرية قوي ولا ناشفة. نغطي عليها بقى ونسيبها ترتاح عشان تسهل علينا عمايلها لما نيجي نشتغل فيها. هنا طبعا الطاسة مطرح البلح اللي كرملناه وهرسناه وعملناه عجينة. عملناه صوابع عشان نحطها في الصوابع. نجيب مطرح بقى الطاسة اللي فيها الزبدة دي، نحط شوية نص كوباية لبن، عشان هي دي اللي هننزل فيها الصوابع بعد كده، ونحطها ونلزق السمسم عليها قبل ما نحطها في الفرن. نقلب كده لحد ما نطلع كل الصوص البهريز اللي في الطاسة بتاع البلح والزبدة. وطبعا البلح والزبدة كان فيه شوية زبدة كمان فاضلين من البلح، بعد ما تكرمل خدتهم حطيتهم على العجينة، يديها طعم جميل قوي في البلح ويطريها اكتر كمان، ويزود الزبدة فيها. كده اللبن بالبلح خلص اهو، والعجينة بصوا ناعمة جدا ازاي، خصوصا بعد ما حطيت لها زبدة البلح كمان، بقت ناعمة وطرية جدا وارتاحت كفاية. وده طبعا العجوة ابتدينا نعملها صوابع كده على قد ما نقدر عشان نحطها في العجينة لما نفردها على طول تبقى سهلة علينا. ده اللبن اهو، نحطه في التلاجة بقى لحد ما نخلص. نبتدي بقى نفرد العجينة. بصوا ناعمة ازاي، ناعمة وطرية وجميلة جدا وارتاحت كفاية، وسهلة معانا هتبقى في التشكيل ان شاء الله. نبتدي بقى ناخد جزء من العجينة ونفردها عشان نعملها شرايط. فردناها بالشكل ده كده، نبتدي بقى نقطعها مستطيل طويل، شريحة طويلة كده علشان نلفها بعد كده تبقى سهلة علينا. نظبطها كده عشان يبقى كل الصوابع قد بعضها على قد ما نقدر. بالطريقة دي. وبعدين نبتدي نجيب صوابع البلح ونحطها على طرف العجينة، نعمل رول كده، نعمل واحدة تانية، نرص كده الصوابع كلها على المستطيل بالطريقة دي.
نيجي ناخد اول واحدة بقى، نبقى نروح مقاطعين على قدها، خلاص لفيناها لفة ونقطع، نلف اللي بعديها ونقطع عشان تسهل علينا نعمل عدد كبير في وقت قليل. بالطريقة دي نخلص بقى الكمية كلها بالشكل ده كده. خلصنا الكمية كلها بالطريقة دي اهي، صوابع كلها العجوة لفيناها كويس، وحاولت انها تبقى مقاس واحد كلها، وقفلناها من الجناب. جبنا اللبن اهو اللي فيه الزبدة بتاعة العجوة، نحط فيه الصباع، وبعد كده نحطه في السمسم بالطريقة دي ونحطه على الصاج. ندهن الصاج بشوية زبدة او بزيت. انا دهنته على طول فرشة زيت كده، لاني حطيت زبدة كتير بقى في العجينة، فعملته بفرشة زيت. واحدة واحدة كده نعملها في اللبن، وبعد كده نحطها في بيعملوا لبن ببيض، انا عملت لبن بالزبدة البلح، بتدي طعم جميل جدا. يعني العجينة عليها زبدة البلح، والصوابع كمان معمولة مدهونة بزبدة البلح، وبعد كده نحطها في السمسم وادي الكمية كلها رصيناها في الصاج بالطريقة دي اهي. بالطريقة دي ندخلها بقى على الفرن درجة حرارة 180، وحسب فرن كل واحد بقى لحد ما تاخد لون من فوق ومن تحت. نتابعها ونشوفها، ابتدى وزنها يزيد شوية. ودي بعد ما طلعناها من الفرن اهي. نسيبها تهدى بقى شوية ونغطي عليها بفوطة عشان ما تنشفش قوي وتبقى هشة معانا. نقدمها بقى بالشكل ده، طريقة بسيطة وسهلة جدا، تنفع مع الشاي، مع شاي بلبن بعد الظهر كده اهي. نكسر واحدة اهي، طرية وهشة من جوه ومقرمشة في نفس الوقت، والعجوة بالقرفة جواها خطيرة وطعمها جميل جدا. جربوها ويا رب تعجبكم.